السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين يا أحلى إخوات، يا أحلى فانز في الدنيا كلها. حبايبنا يا رب يكونوا بخير وسعادة وفرحة وهنا. كل سنة وانتم طيبين، شعبان ورجب ورمضان على الأبواب اهوت، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبنا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وشهر كريم جاي داخل علينا اهو، جاي يجري وكلنا بنحبه يا حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجمعنا كلنا كده عند النبي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان يا رب. حبايب قلبي، النهارده بنصور انا وتونا، وفي ان شاء الله باذن الله فيديو هنعمله لكم، فيديو اللي هو بتاع المشتريات حاجه رمضان ان شاء الله. ان شاء الله اول ما نجيبها يا حبايبي. طبعا احنا لسه ما بنعلقش دلوقتي عشان حاجه ايه، طبعا انتوا عارفين الجو هوا وبتاع، ممكن تتعلق وتبوظ، يعني تبقى كلها تراب وبتاع. ان شاء الله اول ما نعلق يا حبايبي كده ونوريكم. هو بيبقى بزهوته يعني. بزهوته ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. تونا عامله لنا كوسه لسان عصفور، رز، فنجان مخلل، بروتين. البروتينات. الكوسه كلها هتيجي يا حبايبي. عاملاها باللحمه يا حبايب قلبي. باللحمه. اذكركم حبايب قلبنا بالصيام ال 14 13 14 15 من شعبان، طبعا ليا ولكم باذن الله. اللي هو الجمعه فيها حسنات اللي هو الجمعه وسبت كتيرة. وحد، صح؟ لا يوم 3 ان شاء الله. 3 نص شعبان. هيبقى يوم الاحد والاثنين والثلاث. الحد والاثنين والثلاث ان شاء الله. صح. على خير باذن الله. على خير باذن الله يا حبايبي، وصوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب الشوربه. دي احلى حاجه الشوربه في البدايه، بنبتدي على طول بالشوربه. انا اعملها له بصراحه، يعني لو الشوربه سخنه ما نبتديش بالشوربه. هو لو ما شربش شوربه يبقى في مخالفه عندنا. لا ده انا بحب لسان عصفور بالذات ده. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي ومتهنيين يا رب. يا رب يا حبايبي. ويجي علينا رمضان كده هو لا فاقد ولا مفقود يا حبايب قلبنا. يلا علينا بالرحمه وبابواب المغفره وكلكم تبقوا مبسوطين كده اهوت، ويشيل عننا الغلاء واللي احنا فيه كده اهوت يا رب. وربنا يدي الناس اللي بتفرح الناس يا حبايب قلبي، ربنا يديهم ويزيدهم من نعيمه. احنا بنفرح لكل الناس والله العظيم طبعا، لان ديت ارزاق واللي بيكتبها الخلاق، والحمد لله نفرح للناس. الحمد لله ربنا يزيد كل من كان ويزودهم كمان وكمان يا رب. ده الا الرزق ده بتاع ربنا، وجاعل كل واحد سبب ان هو يشيع الرزق. طبعا فعلا رمضان يا حبايبي، وكتر خير اللي طبعا اللي ربنا بيعرضه سبب ان هو يبعت الرزق طبعا. ربنا يفرحهم زي ما بيفرحوا الناس يا حبايبي. طبعا. لما احنا نزعل حاجه زي كده لا طبعا، احنا نكون فرحانين ومبسوطين برضه، وربنا يجازي اللي كان السبب بكل خير. ونعم بالله. وفي حد في الفيديو بتاع اخو تونا لما كان معزوم عندنا هو ومراته بيقولوا اولادكم فين؟ اولادكم اسلام في الشغل يا حبايبي، وهو كده كده ما بيحبش يصور معانا. انا قلت لكم قبل كده اسلام ما بيحبش يصور معانا، وعبده في الشقه هناك. نجيب الصدفه زي ما جه النوبه اللي فاتت كده وقعد معايا، وساعات بيجي ما بيصورش وصالحني. يعني قلت لك الاوقات بيجي ما ساعات بيصورش. بيجي اسلام، ساعات بيجي ما بيصورش. وعبده كمان بيجي ساعات نصور صور، ما صورش ما صورش. فانا يا حبايبي ما بحبش اغصب على حد في موضوع التصوير ده، لان انتوا مره طلعوا وكانوا طبعا انتوا مش ذنبكم حاجه ان يطلع. اما قلتوا ايه لما هم مبوزين كده بيطلعوا ليه؟ احنا ذنبنا ايه؟ فعلا انتوا ذنبكم ايه؟ اللي بيطلع في الفيديو ده بيبقى عايز يدردش معاكم، يحكي معاكم، احنا مش يضحك معاكم كده يا حبايبي. انما يبوظ ليه؟ صح، يبوظ ليه؟ انتوا ذنبكم ايه؟ فاللي عايز يصور بنسيبه يصور، واللي مش عايز يصور براحته. اصل التصوير ده مش غصبانيه يعني. فاهمني يا حبايب قلبي؟ حريه شخصيه.
قبل البدايه يقول لك ايه انا مش هصور، طب خلاص عادي. وفي ناس كتيره طلعوا احنا بنحبك يا زعيم انت وتونا حتى لو لوحديكم. بنطلع يا حبايبي بندردش معاكم وبنسلم عليكم بنوريكم مثلا وبنطمن عليكم وانتم بتطمنوا علينا، وربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم ابدا ولا من كومنتاتكم الجميله. طبعا بنشكركم جدا والله على الكومنتات بصراحه. والله الناس كلها الحمد لله الناس الحمد كلها لله والله بتحبنا وزي ما احنا بنحبها وان شاء الله باذن الله رمضان ان شاء الله السنه دي هيكون خير علينا باذن الله ويجمعنا عند النبي كلنا كانت معانا. اللهم امين اللهم امين. دعوه حلوه من عند الزعيم يا حبايبي وربنا يكتبها لنا جميعا. الجو بقى حر الايام ديت يعني مش عارفه في ايه. الجو فعلا كتير بس خلي بالكم يا حبايب قلبي ده جو عايم. الجو فعلا في ناس محدش يصيف، في ناس هتخف الهدوم وبتاع وتقول لك ده الصيف دخل ومش عارفه، لا في فتره كده اللي جايه دي برضو يعني يوم الاحد هتبصوا تلاقوا ساعه وهوا جامد وبتاع فالناس هتتعب، اللي هيخف من الهدوم ويخفف هيتعب. احنا اتقرصنا في الشتاء ده. خلي بالكم يا حبايبي. انا تعبت بصراحه. انا جالي حساسيه، انا جات لي حساسيه على الصدر اول مره والله. خلي بالكم من موضوع الموضوع بدري. التغيير الجو ده. تغيير الجو ده جو عاية خلي بالكم. احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله. الحمد لله يا حبايبي كل اللي يجيبه ربنا كويس واحنا مية مية. صورنا لوحدينا ادينا بنطلع معاكم، صور حد معانا من الضيوف اللي بتجيلنا ان كانوا اخواتونا اخواتي اي حد ربنا يخليكم لينا بدينا بنصور برضو والحمد لله على كل شيء. وربنا يرفع الغلاء والبلاء عننا يا رب. يا رب. والزلازل ربنا يرحمه. ربنا يرحمنا جميعا يا حبايبي ويرحم شهدائنا اللي ماتوا في الزلازل. ايوه اللي هم تركيا وسوريا. سوريا وتركيا وجي برضه في ليبيا بس كان راح كيف تقريبا. جه في ليبيا برضه وجه في مصر هنا بس كان عندنا هنا يعني مش زي تركيا ولا سوريا شديد. هو جه مره وزعيم صحاني من النوم ساعتها. انا جه مره فعلا وهي كانت نايمه انا كنت صاحي لقيت الهزه دي جامده ودي اول ما قامت من النوم قلت لها بصي النجفه بتعمل ايه؟ كانت بتعمل النجفه عمال يضرب في بعض. يعني احنا عندنا ثلاث انباط في بعض لازم منها 3 كلوبات يخبطوا في بعض كده. قلت له ايه ده؟ جريت من جوه على بره انا افتكرتها تعمل حاجه هتنط ولا بتعمل بلكونه. قلت ايه ده؟ خرجت لقيت بتولع الشاشه قلت لا تصدق كتب اهو في زلزال كذا كذا كذا. بفتح التلفزيون بشوف صح لان على طول بيكتبوا على طول اي حاجه بتحصل بتتكتب. ما صدقتنيش انا يا حبايبي خرجت ولعت. لا صدقتك لان انا شفت اللوزه عماله بتخبط في بعض والله. ولا صدقتني ولا صدقت النومه. يعني طب ما اخرج كده الصاله ولا على التلفزيون لا يكون حد بيهز الحاجه ولا يكون هو هزهم وبيخدني اعمل مقلب فيها. لا يا حبايبي ممكن صح تعمل مقلب. ليه ما عملت مقالب؟ والله يا حبايبي ان شاء الله كده عايزين ما نعمل. لا انا عايزين في قدام شويه كده نعمل لهم مقلب بقى كده ولا حاجه. انا اللي هعمل الفكر ان شاء الله كده باذن الله مقلب حلو كده. انا مش هقدر اعمل معاكي مقالب عشان حرام انت بتخافي. والله من ضمن المقالب جارتي اللي في وشي يعني كانت بتتفرج علينا على القناه وكده. هو مره واحده بص لقيت الجرس بيضرب وبنتها الصغيره جايالي تعالي الحقي. بقول لها في ايه؟ تعالي شوفي ماما تعبانه ومغمى عليها. انا ما كنتش هنا يا حبايبي. كان الشاهد من دعاء معايا موجود. انت كنت نايم؟ كنت نايم؟ كنت نايم. عملت المقلب دي لما كانت شاهده. ما كان دعاء موجود. بصوا بقى انا والله العظيم ركبي كده خبطت في بعض واتخضيت خالص عليها عشان هي كانت فعلا كانت قايله لي انا تعبانه. وطلعت اجري عليها بصيت لقيتها لي قاعده وعماله تضحك لي بدل ما هي اللي اغمى عليها انا اللي اغمى عليا والله العظيم. وقلبي بقى عمال مش قادره اقول لها يا بنتي انا اتخضيت عليكي. تقول لي من ضمن المقالب اللي انت بتعمليه. ايوه يا حبايبي صح. هي المفروض المقلب ده كان يتصور بس طبعا هم عشان ما بتطلعش طبعا في الكاميرا ولا هي ما بتطلعش فعلا.
بس كان مقلب هو جامد المقلب جامد يعني. وحلو، المفروض كان يتصور. حتى يعني شهد كانت مستغربه اللي بيحصل ده ايه. الحمد قلت لها لله. تعالي يا شهد، الحقي يا شهد تعالي معايا. رحنا يا اختي للوليه، لان لك قاعده عماله بتضحك ومبسوطه. خرب بيت. قلت له ايه يعني؟ ما هو من ضمن المقالب اللي انت بتعمليها. علمناهم الشحاته سابونا على اللي واقف. حبايب قلبي، ربنا يخليكم لنا يا حبايبي وما تحرمش منكم ابدا، ورب الفيديو الصغنون ده يعجبكم. يا رب يا حبايب قلبنا. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان داخل على ابوابه ان شاء الله. رمضان كريم. هتجيب لي فانوس يا ان سعيد؟ شاء الله فانوس وزينه رمضان باذن الله. في فانوس قديم هنا هو حلو قوي. ربنا يخليكم يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.